يا ترى ما هي الفوائد التي ستعود عليك أيتها المرأة الجميلة عندما تقودين سيارة؟ هو احنا ليه كل شوية نطلع نقول لك اتعلمي السواقة اتعلمي السواقة، السواقة مهمة. تعالي ما اقول لك بقى في الفيديو ده عن فوائد السواقة للستات، ايه هي كمية الحاجات اللي هتحصل لك وهتعود عليكي بالنفع لما تتعلمي سواقة العربيات. رقم واحد، وهي الاستقلالية. يعني ايه؟ يعني انك انت بتحسي انك حرة، اي مشوار اي مكان اي حاجة عايزة تعمليها بتقدري تعمليها بمنتهى السهولة والسلاسة. بتنزلي تاخدي عربيتك وتطلعي مشوارك، تروحي في اي مكان زي ما انت عايزة. يعني في حرية واستقلالية زي ما تحبي. ده كمان الاستقلالية دي مرتبطة انك مش هتتذلي. يعني مثلا لما بتكوني مش لسه بتسوقي او ما تعلمتيش السواقة وعايزة تنزلي مشوار معين، كل شوية تقعدي تتحايلي على جوزك أو حد من أولادك أو أخوكي أو باباكي، تعالى وصلني، تعالى جبني، أنا عايزة أروح مش عارفة فين، تعالى وديني، أنا عايزة أروح فين، حد يجي يوصلني. فدايما بتحسي إن أنت في دايرة من الذل، كل شوية مسدولة لحد عشان ينزل يوصلك، لأن المشوار ده مش هتعرفي تروحي لوحدك أو مش هينفع بالمواصلات. فكل شوية مسدولة لكل الناس اللي حواليكي أو للي بيسوق. ده غير بقى إن هو ممكن ينزل يكون متضرر من المشوار، طول الوقت في خناق، طول الوقت في معارك. فأنتِ لمّا بتتعلمي السواقة بتاخدي يعني زي كده رخصة بالاستقلالية، وإن أنتِ ما بتتذلّيش لحد ومش محتاجة لحد وما فيش حوجة. فكل حاجة بتعمليها بنفسِك، تنزلي تاخدي عربيتِك، تروحي مشوارِك بمنتهى الحرية وما فيش ذُل من أي نوع. الحاجة التالتة الطوارئ. السواقة للستات من أهم الحاجات اللي بتنفعِك جدًا في حالة الطوارئ. الطوارئ هنا بمعنى إن لا قدّر الله، لا قدّر الله لو حد من أهل بيتِك، حد من أولادِك أو زوجِك أو حد من أمِك أو أبوكِ أو إخواتِك تعب فجأة أو حصل له أي ظرف طارئ مفاجئ، لمّا بتكوني بتسوقي الموضوع ده بيفرق جدًا. يعني لا قدّر الله لو حد تعب فجأة بتاخديه وبتروحي جري بالعربية على أقرب مستشفى أو أقرب دكتور. وطبعًا دي بتبقى مهمة أوي، أوي لو لا قدّر الله حد تعب فجأة، وخصوصًا لو حد مريض مثلًا من الأمراض المزمنة، أو لو عندِك أولاد. أنتِ عارفة طبعًا كل المصايب ما بتحصلش غير بالليل متأخر أو في وقت صعب إنِّك ممكن تلاقي تاكسي أو حد يوصّلِك. فلا قدّر الله لو حد من الأولاد تعب أو سِخِن أو حصل له أي حاجة، تاخدي عربيتِك وفورًا بتتجهي لأقرب مستشفى. ومش هاقدر أنسى أبدًا قصة واحدة ست من سنين قريتها على النت، بتقول إن هي كانت ساكنة في مكان بعيد وكانت لسه معزّلة في المكان ده جديد، والمكان ده كان تقريبًا شِبه تحت الإنشاء وما كانش في جيران حواليها، والعمارات كلّها لسه بتتبني والفِلَل اللي حواليها لسه بتتعمل. فهي كانت قاعدة لوحدها هي وزوجها وكانوا ناقلين جديد، وجوزها كان مريض قلب وفجأة جات له أزمة قلبية، وكانت قبلها بفترة صغيرة متعلّمة السواقة جديد. طبعًا أول لمّا جوزها تعب نزلت جري وخدته على أقرب مستشفى، وفعلًا وصلت والمستشفى قالوا لها لو ما كانش جه واتلحق في الميعاد ده كان ممكن لا قدّر الله يموت. فأنتِ متخيلة إن ممكن سواقتِك تنقذ إنسان من الموت أو تنقذه من مصيبة كبيرة كان ممكن يدخل فيها. هي ساكنة في مكان على ما عربية إسعاف تيجي لها أو على ما حد يلحقها وينجدها كان لا قدّر الله ممكن زوجها يموت. فالسواقة من أهم الحاجات اللي بتعملها مع الستات حالة الطوارئ، إنِّك بتلحقي الموقف في ساعتها وتنزلي تاخدي عربيتِك وتجري على أقرب مكان ممكن يلحق المشكلة اللي أنتِ فيها دي. رابع حاجة إنِّك بيبقى عندِك حرية في التوقيت، يعني بتقدري إنِّك تنزلي في أي وقت ما عندكيش أي مشكلة، وخصوصًا لو معزومة في المناسبات، زي أعياد الميلاد، الأفراح، الخطوبة، الحنة. في أوقات كتير أوي بتتعزمي في مناسبة بس للأسف ممكن يبقى المكان بتاعها بعيد أو هترجعي منها متأخر، فبتبقي قلقانة وخايفة إنِّك تركبي مواصلات أو تركبي مع سواق تاكسي مثلًا أو أوبر أو إن أنتِ تبقي لوحدِك في وقت متأخر. في حين إن أنتِ لو معاكِ العربية وبتعرفي تسوقي بتقدري إنِّك تنزلي في أي وقت وترجعي، وطبعًا ده أمان ليكِ أحسن ما تركبي مع حد غريب. وخامس حاجة بتعملها السواقة ودي حصلت معايا أنا بشكل شخصي، أول لمّا بتتمكني وبتعدّي بقى مرحلة البداية ومرحلة الممارسة، هتحسّي بثقة كبيرة جدًا، جدًا في نفسِك. أول ما اتعلمت جديد ومارست ورُحت عملت الرخصة وبقيت بقى باروح وباجي بالعربية لوحدي، حسيت وقتها إن عندي ثقة بالنفس رهيبة. والله، والله ما أعرف الثقة دي جات لي منين، بس بجد كنت ساعتها مبسوطة جدًا من نفسي وحاسة بإنجاز، اللي هو باروح وباجي وباركن وبانزل لوحدي والدنيا في منتهى الجمال. فبجد السواقة لمّا هتتعلميها والله هتعمل معاكِ ثقة بالنفس جميلة جدًا.
وزي بقى ما قلنا لا هتتذلي ولا هتقعدي تستني حد ولا أي حاجة من دي، تاخدي عربيتِك تنزلي براحتك والدنيا تبقى ماشية معاكِ زي الفل. فصدقيني السواقة مهمة جدًا، هتعود عليكِ بفوايد مهمة جدًا، وأنتِ هتلمسي بده وهتحسي بده لمّا تتعلمي. عشان كده دايمًا باطلع وباشجعِك وباقول لِك يالّا انزلي، لو هي فعلًا ضرورية ومهمة في حياتِك هتفرق جدًا بإذن الله، وربنا يستر طريقِك وطريقنا جميعًا. وبس كده.